وكان لنا لقاء طبعا مع الاستاذ احمد المحامي. اهلا وسهلا بحضرتك. شرفنا حضرتك يا فندم. اهلا وسهلا شرفنا بحضرتك. حضرتك يا فندم. حضرتك طبعا المحامي المحامي المجني عليه. أهلية المتوفى يا فندم. أهلية المتوفى. طب كان وصل لحد فين التحقيق؟ التحقيق شغال الحمد لله، والقضية أنا مسكوه تم إلقاء القبض على جميع المتهمين. ولكن أنا أحب أحتفظ بأسرار القضية طبعا في أكيد. وقت معين كده هيتم الكلام عنه والبوغ به. ولكن أنا أحب أطمن الرأي العام ان اقول ان شاء الله حق كريم راجع ان التحقيق في يد الامينه، ان الساده المحققين على اعلى مستوى ليل نهار شغالين، وبحث الجنائي قائم بشغله ما شاء الله. بالدليل على ذلك التحريات جايه لصالح المتوفي المجني عليه فنسال الله ان يتم على خير القصاص بالعدل. هم الناس مسالمين جدا، مش محتاجين طار ولا محتاجين اي حاجه، عايزين الصقر بالقانون ليس الا ذلك. بس احنا طالبين العدل ان شاء الله باذن الله. احنا واثقين في قضاءنا العادل ان شاء الله باذن الله. الحاج هيرجع ان يموت ويتمثل بجثته دي من ابشع الجرائم اللي حصلت. طبعا الموت يعني حتى لو عدو ما مش هينفع ان احنا نمثل بجثته كده. احنا نحمد ربنا ان في الفيديو هو اللي ظاهر الحق. تمام. لذلك اناشد اهل الخير، لذلك اناشد الداخليه تمام بوضع كاميرات على المحلات والاماكن العامه حتى تتمكن من اكتشاف الجرائم. في جرائم كتيره اكتر من ذلك بيتم تمثيل بالجثه. احنا اول مره نسمع بكده تمثيل بالجثه. طب مثلا خناقه تؤدي لموت ماشي، انما تمثيل بالجثه هو حضرتك ده الفجر من ابشع الجرائم. القتل طبعا شرعا وقانونا محرم طبعا، وجزء والبناء والانسان والتمثيل والتمثيل بالجثه زائد الى ذلك البلطجه وإثارة الرعب بين الناس اللي هي اعتدت على كريم دول من هنا من اهل البلد؟ لا طبعا خارج البلد. هم خارج البلد، يعني ده دليل على قتل عمد الترصد. مترصدين له. وطبعا انا نرجع للقضيه تاني ان في حاجات وفي شواهد بتدل ان في ترصد وفي عمد، ولكن ده من خلال القضيه انا احتفظ بيه لنفسي. تمام. الهدف كده انا حابب اقول لك ان هم جايين من بلد تانية الى بلد تانية، ده في حد ذاته ده ترصد. تمام. اما العمد باين من ايوه طبعا. اما قتل العمد باين من الفيديو نفسه في حد ذاته ان هو يبقى ميت وتروح وترجع عليه وتصر ان انت تقتله. ده دليل على تمثيل بفوق التمثيل. انت مقتنع باللي انت بتعمله. من اجل ذلك بنطالب بالقصاص. قصاص العدل. طبعا نسال ربنا دائما وابدا ان ينصر الحج ويرجع حج الشباب ان شاء الله اللي لسه عنده 23 سنه، وفي انسان ثاني برضه 22 سنه بين الحياه والموت. يعني احنا نسال ربنا ان ينصرهم ويعني في شغلهم بالبلد زي ما بيقولوا كده. ناس زي ما انت شايفه مسالمين، لا عايزين طار ولا عايزين بتاع. انا واثق ان شاء الله باذن الله تعالى ان حقهم هيرجع بالقانون ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى في عدل في البلد وان شاء الله. قضاءنا قضاء عادل وواعي جدا، ويجرى القضيه ان شاء الله باذن الله فيها ادانه شديده جدا جدا جدا. ايوه ده ترصد، يعني ده مش قتل كده خناقه، ده ترصد. ادانه في التحقيقات وباينه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله مع مرور الوقت وهظهر مستندات من خلال القضيه تثبت التعمد والترصد والبلطجه. ونسال الله يعني دائما وابدا ان ينصرنا دايما. اتمنى ان يعني عايزين نعرف بس القضيه وصلت فين لغايه دلوقتي. الناس كتير متابعانا على جروبنا سوق مطار الكتروني ومتابعانا على قناتنا على اليوتيوب. عايزين نعرف بس بالظبط القضيه وصلت لغايه فين، وتطمن الناس وتطمن اهاليه وتطمن المنطقه كلها. هو القضيه دي وصلت لفين، دي اسرار قضيه انا ما اقدرش اتكلم فيها دلوقتي، ان القضيه فيها شغل كتير. ولكن اقدر اطمن الراي العام واقول لهم ان القضيه في ايد امينه محققين على اعلى مستوى وشغالين ما شاء الله عليهم ليلا نهارا بداية من السيد مدير النيابة إلى السادة وكلاء النيابة. والبحث الجنائي قام على أكمل وجه، تم إلقاء القبض على جميع المتهمين. والسيارة المرتكبة الحادثة الواقعة. تمام كده يا فندم. تمام. احنا كده الحمد لله ماشيين في إطار سليم. القانون ماشيين. مين اللي بلغ وقال يعني بالواقعة دي وكده؟ والله واحنا لسه ما تطرقناش
ما نعرف، ما تعرفوش منين البلد. طب الناس اللي كانت في المنطقه كانت فين؟ انا حضرتك وكلائي هنا اشترف في القضيه عشان ابقى عارف ان الواقعه اساسا لها سبب الحياه. ربنا يا شيخ، لو في عدل كل اللي شاف ابن اخويا بيتضرب وما حدش عنه يتحاكموا. في تليفونات، في تليفونات. انا صعب ما كانش بيفرقني لحظه واحده خالص. انا صعب وما بيفرقنيش اي لحظه خالص، بس انا كنت في مصر واول ما سمعت الخبر جيت على طول. ان شاء الله هيرجع بالقانون باذن الله. هيرجع بالقانون لان احنا بلد فيها قانون. ان شاء الله يرجع بالقانون. احنا عايزين حاجه كريم ولا اكتر ولا قال كل حاجه بالقانون برضه. على فكره انا الوقت مش عايزين على فكره بلد تحزن على واحد كريم محبوب في الدنيا كلها. انا لو سمحت لك الكرد ليه دلوقتي انت ذات نفسك هتعيطي، مش تقدر تستحمل الكلام اللي بيقوله الحلو. بس كريم ده لو وحش البلد دي كلها لا ما الناس كلها كانتش تبقى ماشيه معاه، ايوه كانت ماشيه وراه. ده لو شاب بتاع مشاكل وبتاع قله ادب وبالسافل على الناس دي كلها دي مش هتلاقيه تحبه وجاي وراه. اسمع الكرد دلوقتي اسمعيه ده اسمع الكرد دلوقتي اسمعيه. عامل في كتفه عمليه. الاشاعات بتاعته عامل حادثه قبلها بشهر يا بشهر. يعني رايح متصاب، ما كانش ليه في متصاب يعني هو واحد هيروح يتخانق هيروح لمرزه متصاب، كتفه مكسور وفكه مكسور واسنانه طايره. ما يعرفوش. بتاع خناق ولا بتاع خناق ولا بتاع مشاكل اصلا. خناق عائليه. هو ذنبه ايه؟ هو ذنبه ايه؟ خناق عائليه. تاريخ اقرا التاريخ شوفوا 13 صور تاريخ اللي متصاب فيه قبل الحادثه. التاريخ اللي متصاب قبل الحادثه. سمعت كل الكرد اللي بيقولوا لي وانا مسافر بيقول لي انت سبت مشيت ليه؟ انت ذات نفسك مش هتقدر تستحمل. طب يا جماعه اهدوا عشان نسمع معلش الركود اللي هو سايبه. هم دول اللي قالت لي بصي كان قبلها بيوم يوم الاربعاء كان بعت رساله ليه عشان بس مش عارف يوصل لي. ده دليل ان هو ما يعرفش حاجه، راح تاخد ظلم. وهذا العلاج بتاعه ما كملوش صوته هو ده. مفيش حاجه في الدنيا تزعل اي بني ادم يا راجل. ليه؟ انت حبيبي. هو بيقول لي انا كيف في اللحظه دي. حتى لو حد غلط فيه اما يقول الله يسامحك، ما بيغلطش اصلا في حد. لو ليه اي سكه اما يقول الله يسامحك. لكن ده بص ملوش فيه حاجه خالص. مالوش ذنب. هو واحد بيصرف على امه وابوه راح ضحيه خناقه. احنا مالنا؟ ضحيه ملوش فيها، ملوش في اي حاجه. احنا ناس مش بتوع مشاكل، احنا واثقين في بلدنا، عايزين القصاص العادل لكريم عايزين الادب عشان ما تبقاش دوله يسمعوا اي حد تاني يعمل مشاكل زي دي. طالبين القصاص العادي، واثقين في 5 دقايق. الناس كلها ان محدش يحوش، كلهم مسلحين، هم كلهم واقفين يتفرجوا. مفيش غير كريم هم نازلين. الناس بتوع الشارع كتفه المخلوق ده كريم. ده شهر قبلها بشهر يعني متعور متصاب. ده كريم يا ده صورته اهو قبل الحادثه. صورته يا جماعه مفيش شهر متعور كتفه مكسور اهو. يعني ده هيروح يعمل مشاكل؟ ثبتها ده مش بتاع مشاكل. ووركه واسنانه ورجليه دي. حتى لو راح خناقه، حتى لو عارف انه رايح خناقه مش هيروح. حته سليمه يا جماعه، والله العظيم ما في حته سليمه. لسه جاي من حادثه موت. ده في دراعه؟ ده طبعا قبل الواقعه. ده في رجليه حضرتك، قبل الواقعه. ما كملش شهر. يعني هو رايح هناك وهو متصاب اساسا. اتفضل حضرتك الصور تثبت على الكلام ده. الظابط شوف جنب الطبنجه كيف. طب افتح انا مثبت الصوره على كيف. شايفه انت؟ ده اخوه طبنجه جنبه باينه تحت طبنجه. تمام. وماسك حاجه في ايده والسلاح في ايده وراح لكريم. يعني كريم كان هيقوم راح له ابشع الجرايم. ابشع الجرايم. بص شهيد يا ملوش باشا. اي حاجه ولا ليه اي ذنب. الناس راحت تاني. حضرتك بعد ما كان لسه في شويه روح واحده تزعل، ده لسه في روح، لسه في روح. الله اعلم امه اللي كانت معاه، الله اعلم امه ولا اخته رجعوا عليه تاني بالسطوح وبالمواسير. ده بتقول لسه في النفس. دي واحده بتقول له ده لسه في النفس. ضربوه على العربيه 4 مرات. ويدعك عليك العربيه وبالصواتير في ويخلعوا البنطلون وهو ميت ويضربوه بالسحب. يعني ما فيش دين خالص. اما يمثل ده لو يهودي مش هيقتل بالطريقه دي. لو يهودي مش هيقتل اخو يهودي كده. ولا ضرب حد بيضربوه كده. كريم مالوش ذنب. التمثيل بالجثه حرام. التمثيل بالجثه ما حدش يرضى بكده.
هم مش عايزين حاجه غير ان هم عدل ربنا، هم مش عايزين غير القصاص من دولتنا المحترمه. دولتنا فيها احنا قانون. طالبين القصاص دولتنا العادل، فيها قانون مش عايزين غير بيحكمها. القصاص احنا العادل. عايزين زي احنا ما ناس بتاع مشاكل، زي عايزين ما القصاص العادل. الخدمه العسكريه بتاعته حقه يشيلوا من الخدمه العسكريه برضه. هيجيله ان شاء الله حاج كريم هيرجع. احنا عايزين حق كريم. طبعا كل اللي هنا دول اهل كريم واصحاب كريم، وهم ما شافوش الواقعه، لكن كله ده سماع، هم ما شافوش الواقعه، لان لو كانوا موجودين ما كانش هيحصل كل ده. ان شاء الله حق كريم هيرجع. نعرف تاني يوم ده حرام. الناس مثبتين كل الناس عشان معاهم واحد في الشرطه، في الشرطه مثبتين كل الناس عشان معاهم واحد في الشرطه. حضرتك الناس دي كلها اللي بتضرب بالسلاح على 2 مرمين في الارض، الناس دي كلها اللي ما عندهاش دين واقفين متكترين على ناس معهمش سلاح، خاليه من اي حاجه، بيضربون بالسلاح. من ظهرهم مفيش دين ولا في اي حد راح يحوش حتى عنهم. من ظهرهم حرام. بيسرح لهم من ظهرهم. احنا طالبين القصاص العادل، طالبين احنا ناس مش بتوع مشاكل ولا نحب المشاكل، طالبين القصاص العادل من الدولة بتاعتنا. بابا ماشي بربع كليه ومامته مريضه سكر وضغط، اخوه مركب شرايح ومسمير في ايديه، هو اللي بيطلع وبيصرف عليهم. ما كانش هنا، اخوه ده كان في اسوان، واخوه ما كانش حضر موجود، الجنازه بالعافيه. ما كانش موجود. تعالى يا محمد. وانا بدوب من صوت الناس دي. عايز القصاص العادل لكريم، عايزين بس القصاص العاجل لكريم. واحد انت بنت خالته. عشان ما كانش بيعمل معايا اي حاجه وحشه، ما كانش بيعمل معايا اي حاجه وحشه. كان مؤدب ومحترم، وكان بيجي عندي بيهزر معايا بالادب ويقعد معايا بالادب. انا عايزينهم بس يموتوا في اليوم 100 مره زي ما كانوا بيموتوا فين ويتعدوا قدام البلد كلها يتعدوا في ميدان عام زي ما عملت اخويا، زي ما عملت اخويا. شوفوا بيتعدموا، نشوفوا هم اللي احنا عايزين حقنا، حق كريم. اكيد طبعا. ليه؟ بنوصل صوتنا للشعب، احنا عايزين حق كريم عشان احنا كده مش هيبقى في دوله، يبقى اي واحد بلطجي يخش شارع يموت له 2 3 ويمشي ياخد له 2 3 ولا 4 سنين ويطلع يعمل نفس القصه تاني. احنا طالبين العداله، طالبين الاعدام والمرأة إعدام، والبنت اللي جالت لهم ده لسه عايز ده إعدام. ده اسمه مصطفى. ليه؟ ما فيش في قلبها رحمة، ما عندهاش زيه. ما بصوش إن دراعه مكسور، عمل لهم ايه؟ ما بصوش إن هو مجبس دراعه ويضربوه. مش يجيب شكل أي حد، عمره ما جاب شكل أي حد، عمره ما. ودي قضية لوحدها، حق العرض دي قضية لوحدها، حق العرض دي قضية لوحدها. ما تجيبوا حقه، ما ردوش حقه، الدنيا دي كلها هتضيع بسبب البلطجية دول، وبسبب الأوساخ. الجولات الأدب مش محترمين أصلا، ده غجر، ده ما فيش في قلبهم رحمة، ده ما رحمهمش، ده ربنا بيرحم، ده ربنا لو هيعذبوا مش هيعذبوا بالعذاب ده اللي عذبوه، مالوش ذنب، هم بينهم وبين بعض خلافات. كريم ماله طيب؟ احنا والله العظيم اهو بتخيل عمرنا ما رحنا، عمرنا ما رحنا عندهم. النسيب دول احنا ما شفناهم في حياتنا، ما شفناهمش غير على الفيس. دول بيقولوا دول اللي قتل اخوكم، ما شفناهمش غير على الفيس بيقولوا دول اللي قتل اخوكم. اقسم بالله اول مره في حياتنا نشوفهم. مش من البلد، ورينا رجله هم من البلد بس احنا مش مختلطين بيهم. يعني اللي هو الناس اللي قتل من البلد، هم من البلد، جيران ونسايب، هم كمان جيران ونسايب. بس كريم ملوش ده رجل ذنب. كريم هو حادثه، يعني متدمر، كريم متدمر، عنده حادثه رجليه سنانه كلها واجعه. ده جاب لها ب 15 يوم. زي امبارح يوم السبت كنا هنركب له اسنان، هنركب له اسنان يوم السبت اللي فات. دي رجليه، يعني هو متدمر، هو تعبان اساسا. هو يا جماعه قلنا بالعدل، هو لو كان بخناقه هيسيب اصحابه، هيروح لوحده. لو خناقه ورايح لخناقه هيروح لوحده. ما فيش غير 2 مرمين على الارض، ما فيش حد راضي ينجدهم. قاعد ساعه على الارض مرمي، ما فيش حد يحوش، ساعه دمه الصفى على الارض. وبعد والوقائع بعد ما مش عنده ما فيش حاجه، ما فيش اي حاجه. انا مرات اخوه. مرات اخوه. انا عايزه كل واحد يحط نفسه مكان العيله دي.
لو اخوكي او جوزك او ابنك مات هيبقى وضعك ايه؟ انت هيبقى وضعك ايه؟ هتحسي بايه؟ مش هتحسي بقهره؟ لو هو اللي كان شايلكم مش هتحسي بقهره؟ هتحسي بقهره صح؟ حطوا نفسكم مكانه بس. شوفوا لو انتوا مكانه كنت هتعملوا ايه؟ ده من ابشع الجرايم اللي تحصل ان يمثلوا جثته بعد ما مات. قتلوه بطريقه بشعه. حطوا نفسكم، كل واحد هيشوف الكلام ده يحط نفسه مكان اللي حصل ويشوف هيعمل ايه. صح، ده الاعدام صح عشان يتعبوا. انا متجوزه هنا ادي لي 10 سنين وانت عارفاني جيرانه ادي لي 10 سنين ما شفتش من كريم غير طالع نازل داخل سلام عليكم سلام عليكم. كل ما يشوف ابني بيلعب مع اصحابه او عيل بيشاكل في طفل بيفك عنهم الشباك. انا اللي بقول لك اهو اللي حصل ده انت لو شفتيه بني ادم بيعمله في كلب في الشارع مش هيهون عليكي، لو حيوان مش هيهون عليكي. انا دي لي 10 سنين متجوزه جيرانه. انا بقول لك ما بشوفوش غير ما بيدافع عن عيل بيشاكل في عيل، طفل بيشكل في طفل يعدي من عليا من على العتبه سلام عليكم. لو الاقي حد قاعد بكل احترام ده بني ادم انا ما شفتش منه ولا من امه ولا من اخواته اي شكل في اي بني ادم. انا بقول لك اهو يقعد ساجد ساعه في الصلاه، بيقعد ساجد ساعه بيقعد ساجد. احنا بنفتكره مات، بنفتكره هو بيسجد مات، والله العظيم بنفتكره مات من كتر السجود. بعد ما يقول نقول يا كريم كل ده يقول انا بصلي بخشوع. تدخل الأوضة ربنا نجاه من حادثة المولى عز وجل ويجوا ناس يموتوه غصب عن جوز الدنيا وعن البني آدمين. ما ينفعش، ما يرضاش بيه المولى عز وجل، مش الحكومة مش الدولة مش البلد. فاهماني؟ يعني ربنا المولى عز وجل نجاه من حادثة تيجوا انتوا يا بني آدمين ما تتسموش بني آدمين، مفيش قلوبهم رحمة. لا مش بني آدمين. أنا كان لازم أتكلم. أنا مش عارفة آكل، مش عارفة أشرب، واديني جيرانه مش عارفة آكل ولا أشرب. سامعيني؟ لا ربنا منتقم جبار. ربنا يصبرك. ربنا منتقم. شاب لسه مكمل 23 سنة من 15 يوم بالظبط، 15/8 لسه يوم عيد ميلاده، 15/8 بالظبط لسه منزله له كل سنة وأنت طيب. بعدين على طول وفاته. ازاي؟ حرام ده بني ادم ده. بعد حرام ده بني ادم يموت. حرام يا ناس. البلد كلها حرام كل بيت أذاه وموتوه وداسوا عليه. حرام. ما حدش فينا هيرضى غير بكده ولا ربنا هيرضى غير بكده. ان دول لازم يتعدموا سنة وسنتين. ده لعب لسه القانون مش هيشفي غليلنا كلنا ولا كل طفل حسوا بكريم وحبوا كريم. اكيد والله نعم الوكيل. كشف العوره بتاع البني ادم الميت تكشفوا عورته ليه؟ يعني انت مش مجديك ان انت تموت وبتكشف عورته؟ يعني انت ربنا ساتر وانت تفضحوه في الدنيا؟ ليه؟ ده مش بني ادمين والله ما بني ادمين. راحت الحكومه راحت يعني هي دلوقتي في ايد مؤاخذه بيجلعوا لنا البنطلون وتضربوا ليه؟ طيب بتجلع البنطلون تضربوا ليه؟ ده ربنا ساتر وانت تفضحوه. ده دول مش بشر، دول والله ما بشر. صح يروح عليه ده البنية تزعق وتقول لهم ده لسه في النفس. دوسوا عليه ما عندهاش رحمة ما عندهاش رحمة. تقول لها ده لسه في النفس ارجع عليه. ليه؟ دي ما عندهاش دين. ازاي ما عندهاش؟ ما فيش دين اصلا. احنا مش هنقول يهودية، ده اليهودية وحش. الناس كانت تقول عليها يهودية. الاطفال دي مش هتعيط عليه. الجنازة بتاعته ما كناش عارفين. انا رحت ما رضوش ياخدوا. احنا عايزين في الاخر القضاء يخش في قضيه زي دي. لو سمح الناس زي دول مش هيبقى دوله فيها امان. الطفل هيبقى نايم في بيته خايف مش الراجل. تمام احنا بلد عادل. احنا بنطلب القضاء العادل الاعدام. عايزين القصاص زي ما حكمنا كبير. احنا عايزين حاجه من كبيرنا زي ما اخويا ادى الخدمه العسكريه بتاعته.
احنا عايزين حقنا بس ما قصرش لو جبت لك الشهاده بتاعت دولتنا اللي احنا هنجيبوا لنا حقنا ما قصرش يوم واحد كان بيغيب علينا بالشهر والشهرين في الجيش فينا حتى لو انسان عادي مش لازم يكون في الجيش. ايوه حتى ده انسان ما زي ما اهدى الخدمه العسكريه احنا عايزين حقنا برضو بالقضاء وبالقانون. احنا ناس محترمه مالناش في الطار والكنس، احنا ناس متعلمه وفاهمين فينا عقل مش شغله. شوف اللي حصل في اخونا ليه ملوش ذنب ملوش ذنب. ناس ما عندهاش دم ما عندهاش رحمه عندنا بيوم وليله مش هيبقى ودخل ما يموت ويا ريت ما تموت عاديه ياخد حقه عشان دمه يبرد في تربته. ازاي يعني يموت وبعد ما يمشوا يكبوا على دمه بنزين ويولعوا فيه؟ يعني ايه حرام ولا مش حرام اللي بيعملوه ده؟ حزب الله ونعم الوكيل، حزب الله ونعم الوكيل في كل مادة ايده عليه. ليه عمل فيهم؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي عمل؟ في نهاية اللقاء نشكر السادة وكل اللي طالبينه العدل، مش عايزين غير العدل، لا هم عايزين طار ولا هم عايزين أي حاجة، عايزين العدل، عايزين قضاء الله وقضاء القانون بس. مالوش ذنب في أي حاجة. حسب الله ونعم الوكيل ونعم بالله الله ونعم الوكيل ونعم بالله.